السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جمهور وعشاق النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي الكبير، جمهور النادي الأهلي اللي دايما عايز فريقه في المقدمة، عايز فريقه ينافس على كل البطولات، دايما بيورا النادي الأهلي في كل الأزمات وفي كل المحن. فالحمد لله النهارده طبعا كانت مباراة النادي الأهلي واستاد أبيجان، رغم سوء الأداء المتدني ورغم الخطة والتشكيل والتكتيك وكل شيء، الحمد لله ربنا وفقنا النهارده وفزنا طبعا بالمباراة، مباراة إمام عاشور. طبعا إمام عاشور النهارده يا جماعة أحرز الثلاث أهداف اللي انتهت بيهم نتيجة المباراة. 3-1 للنادي الأهلي، 10 نقاط للنادي الأهلي، 5 وخميسة في عيد الحسود وفي عيد كل الحاقدين وكل الناس اللي عايزة النادي الأهلي يقع. اولا كده وقبل اي شيء طبعا بنشيد باداء امام عاشور اللي في مستواه الفتره الاخيره ثابت في كل المباريات، خصوصا بعد اقتراب او بعد رحيل كهربا. يمكن ناس كتير اتكلمت ان كهربا كان مؤثر على اداء امام عاشور بحكم علاقتهم وبحكم قربهم من بعض، ولكن امام عاشور ده الاهم بالنسبه لنا انه مستواه اتحسن الفتره الاخيره واحرز النهارده هاتريك، وده الهاتريك 11 لامام عاشور مع النادي الاهلي طبعا في تاريخ النادي الاهلي في المشاركات الافريقيه. اللاعب رقم 11 اللي يحرز هاتريك مع النادي الاهلي في البطولات، ودي حاجه كبيره طبعا ان امام عاشور يحققها مع النادي الاهلي. طبعا امام عاشور كل المنافسين وبالاخص جمهور الزمالك بيتمنى ان اللاعب يقع وان اللاعب ما يكملش. طلع قبل كده اشاعات، طلع كلام ان امام عاشور بيلعب بنص مستواه او بيلعب بربع مستواه اللي كان بيه مع الزمالك، والاعلام بيردد النغمه دي دايما. وطبعا طلع كلام وخزعبلات ان امام عاشور طبعا العضله عنده خست من 2 مللي و3 مللي وحاجات كده غريبه عن مكان في الزمالك طبعا، ولكن امام عاشور بيحقق ارقام قياسيه مع النادي الاهلي ما حققهاش مع نادي الزمالك في سنين، بيحققها مع النادي الاهلي في مبارياته في شهور. طبعا انا بحيي كل التحيه ونيابه عن كل جمهور النادي الاهلي اللي هنا في مصر، بنحيي جمهور النادي الاهلي في كوت ديفوار مباراه الاهلي واستاد ابيجان، وكانوا بيدعموا الفرقه وبيشجعوا الفرقه وقت ما كنا مهزومين هدف مقابل لا شيء. شفنا وسمعنا جمهور النادي الاهلي بيهتف العب يا اهلي العب يا اهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان في جميع انحاء العالم والفرقه وموجود وبيساند الفرقه، درع والامان للنادي الاهلي. طبعا النهارده المستوى كان خارج نطاق الخدمه كل اللعيبه. انا ممكن اتقبل ان اللعيبه تكون مش قادره مجهده، يكون في اصابات. المباريات اللي جايه محتاجه لعيبه تكون فايقه كل المباريات، مش مباراه و10 مباريات لا. نفس الوضع كريم الدبيس لازم يطلع، ما ينفعش كريم الدبيس لازم يطلع ويجتهد وياخد اعاره ويحتك باللعيبه، لان لسه بدري عليه ان هو يكون الباك الشمال بتاع النادي الاهلي. كوكا وكريم الدبيس، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه لعيبه مستواها للاسف نازل زي ما قلنا لكم كده. كريم نيدفيد النهارده انا مش عارف يعني بصراحه مستر مارسيل كولر بيعمل ايه. انت كريم نيدفيد بتفضل راكنه على الدكه راكنه على الدكه راكنه على الدكه مباريات كتير، وبتيجي لحظه في مباراه في افريقيا او بره ملعبك خارج الديار زي ما بيقولوا كده وتقوم مدافع بكريم نيدفيد. بينزل كريم نيدفيد لا حول له ولا قوه، ما تعرفش ايه اللي بيحصل، تحس ان هو كان قاعد على الدكه بقى متغطي متدفي، انت قلقته منامه. الراجل قلقته منامه على الدكه، ومستواه مع النادي الاهلي دايما هو نفس المستوى المتدني الهزيل، مفيش جديد بيقدمه. فاعتقد ان فتره كريم نيدفيد مع النادي الاهلي خلصت على حد كده. احنا محتاجين يا جماعه لعيبه تلعب في النادي الاهلي، لعيبه سوبر زي مروان عطيه كده. مروان عطيه لاعب كبير، لاعب من اول ما جه من الاتحاد السكندري وهو مدي دلال ان هو نجم كبير وامكانيات كبيره وبيقاتل في الملعب. نفس الوضع امام عاشور اللي بدا يستعيد مستواه. احنا محتاجين النوعيات دي في النادي الاهلي، ما ينفعش اشباه اللاعبين، ما ينفعش اللعيبه اللي تقريبا مش الطبق. رامي ربيعه وياسر ابراهيم كتر الف خيرهم بصراحه، بيقاتلوا وبيجادوا على قد امكانياتهم، ولكن احنا مش دول مساكين النادي الاهلي او مش دول قلوب الدفاع في النادي الاهلي. احنا محتاجين مدافعين سوبر. شفتوا بدر بنون ايام ما كان في النادي الاهلي كان عامل ازاي، احمد حجازي في بداياته مع النادي الاهلي كان عامل ازاي، وائل جمعه غيرهم. احنا محتاجين فعلا النوعيه دي من المدافعين. الشناوي احنا بنشكرك وبنشكر تاريخك الكبير مع النادي الاهلي، وانت كابتن النادي الاهلي ومحدش يقدر ينكر ده. ودي خلاص الفتره دي فتره مصطفى شوبير، اللاعب اللي اثبت نفسه وقت اصابه الشناوي في بطوله افريقيا الماضيه، والتسعه كلين شيت اللي حققهم في دوري الابطال يستحق انه يكون حارس النادي الاهلي اللي احنا هنبني عليه السنين اللي جايه. فالشناوي اعتقد ان هو يخرج بقى الخليج، يخرج اي اعاره يطلع يأمن مستقبله، ومصطفى شوبير يكون الحارس الاساسي، ومعاه طبعا حمزه علاء اللي طبعا الانديه كتير بتفاوضه. فاحنا لازم نحافظ على الحراس اللي هي هتبقى مستقبل النادي الاهلي، مع يعني يا ريت ما نمشيش بالعواطف. بالنسبه بقى لعلي معلول، علي معلول اسطوره كبيره،
طبعا قبل ما يحيى عطية الله يتصاب اللي بنتمنى له طبعا السلامه والعوده السريعه للنادي الاهلي، ولكن علي معلول قلنا لو استعاد مستواه، علي معلول قالوا لو استعاد مستواه هنقيله في القايمه، ولكن يحيى عطية الله دلوقتي اتصاب. انت وقت ما كان يحيى عطية الله موجود كنت فاضل بين علي معلول ويحيى عطية الله، بتقول طب انا هعيره وانا عندي باك شمال. طب دلوقتي يحيى عطية الله اتصاب، فلازم علي معلول يتأيد، لان دلوقتي النادي الاهلي مفيش باكات شمال خالص. احنا محتاجين نأيد علي معلول باسرع وقت ممكن، محتاجين قلب دفاع، محتاجين باك شمال، محتاجين باك يمين، محتاجين نص ملعب، محتاجين صانع العاب، محتاجين وينجات، محتاجين راس حربه. الفرقه بالكامل محتاجه تغيير ومحتاجه دعم. تخيل كده معايا ان يبقى مثلا مصطفى شوبير واقف في حراسه المرمى، علي معلول باك شمال، نشوف محمد هاني لو هيقف باك يمين، او لو افضل نجيب باك يمين، قلب الدفاع مثلا اشرف داري يرجع ونحط جنبه مثلا مصطفى العش. نص الملعب مثلا نشوف امام عاشور، مروان عطيه، نجيب محمد علي بن رمضان معاهم، يبقى الثلاثه في نص الملعب. قدام يبقى ونجين سوبر نشتريهم يكونوا لعيبه على اعلى مستوى، على قدر كبير من المسؤوليه، مش حسين الشحات اللي مقصر واللي محسسني ان هو شاري المركز ده بيلعب ايا كان مستواه. قدام يبقى وسام ابو علي، نجيب مهاجم كمان سوبر، تبقى فرقه قويه، لعيبه تبقى جعانه كوره، لعيبه تقاتل في الملعب. النادي الاهلي اللي كان دايما لعيبته بتنزل تاكل النجيله. محتاجين نراجع نفسنا ومحتاجين نعمل احلال وتجديد بسرعه. كولر لو استمر بنفس المستوى مع الصفقات الجديده اللي هتيجي يتفضل بالسلامه. احنا معناش استعداد ان احنا نروح نهزر في كاس العالم، فلازم اسم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر عالي من المسؤوليه والامكانيات تكون عاليه. لازم يا كابتن محمود يا خطيب نصرف، فك الكيسه واصرف، ادفع حياتي، انت مش هتخسر حاجه، انت بتعمل لاسمك قبل ما تعمل للنادي الاهلي. انت اسطوره كلاعب كوره، نتمنى تكون اسطوره كرئيس نادي. بس انا مش عايز اطول على حضراتكم عشان الاستوديو ما يبقاش طويل. الفيديوهات اللي جايه والمرات اللي جايه ان شاء الله هنقدم حاجات اكثر واكثر، وهنفضل دايما في ظهر النادي الاهلي، ندعم في النادي الاهلي، ندعم لحد ما النادي الاهلي يرجع اقوى من مكان. احنا بنبص دلوقتي على كاس العالم، طموحنا بقى عالي. احنا كنا في البطولات الماضيه بنتمنى نوصل نهائي، بعيده والله في كاس العالم اللي جاي، رغم ان كثره الانديه الكبيره هتكون موجوده، ولكن بالروح وبالعزيمه وبالقتال وبصفقات تكون مميزه وتكون قويه نقدر نحقق المستحيل. شكرا اعزائي المشاهدين، كل جمهور النادي الاهلي العظيم، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.